اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم النهارده بقصه جديده ان شاء الله تعجبكم، لانها من نوعيه القصص اللي انتوا بتحبوها. بس قبل ما نبدا يا ريت تشجعونا بعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم منا كل قصه جديده هننزلها. ويلا نبدا. كانت بتزقه بقوه بعيد عنها، بصت له باشمئزاز وقالت له وهي كلها غضب: قيصر الصعيد المبجل اللي الكل بيخاف منه ويترعب يطلع مش راجل، والطب بتاعه الكذاب اللي لابسه وقع وخلاص، وبان يوم فرحه ليلة دخلته. بصلها بعيون كلها غضب وقال لها: اكفلي خشمك امال، ما تعليش صوتك عاد والا. قطعته وهي بتصرخ: والا ايه؟ انت كمان لسه بتهدد وانت ناقص رجولة؟ والله لافضحك في البلد كلها واخلي الناس تعرف حقيقة القيصر العظيم، انه مش راجل ومراته بنت زي ما هي يوم فرحهم. قاطعها صوت الألم اللي نزل على وشها، وكانت بتبص لعينيه اللي ما كانتش بتبشر بخير أبدا، وهو بيقول لها: أقسم بالله لو جبتي سيرة لحد واصل اترحمي على روحك وخيتك اللي بجيالك يا بنت الأنصاري. كانت واقفة حزينة ومتألمة بسبب الألم اللي خدته. كمل كلامه بغضب وقال لها: ورحمة أبوي لو السر ده طلع لحد لهقتلك واقتل خيتك جابلك. هزت راسها بالموافقة وهو بيبصلها بنظرة أخيرة باشمئزاز، وسابها وخرج على بره. قعدت على الأرض وهي بتعيط بسبب اللي بتمر بيه وإجباره ليها على الجواز منه تحت الضغط والتهديد بإنه يأذي أختها. هي ما كانتش مطيعة ولا ضعيفة، بس دلوقتي هي قاعدة بتبكي بسبب اللي شافته منه، وإنها عارفة إنه مش ده آخر حاجة هتشوفها، وهتشوف منه كتير بعد كده. رمت نفسها على السرير وهي بتغمض عينيها بتعب، وفضلت تدعي ربنا إنه ما يرجعش الأوضة الليلة دي تاني. كان بيتمشى في جنينة فيلته وهو بيفكر في اللي هيحصل لو قفشت هي السر ده أو اللي بيدعيه قدامها. وتاني يوم نزلت على صوت صريخ الستات في البيت علشان تنزل بسرعة وتشوف في ايه. بصت للستات اللي واقفين متجمعين وكانوا كلهم بيبصوا بذهول، وقربت وقالت لهم: ايه اللي حصل؟ بصلها الجميع بتوتر إلا واحدة منهم، ردت عليها ببرود وشماتة وقالت لها: ولد عمك حاول يتهجم على ظافر، وظافر كان على آخر لحظة هيقتله لولا أهل البلد. كانت لسه هتخرج بره عشان تشوفه عمل ايه، بس لقيته داخل هو بكل برود وكأنه ما عملش أي حاجة، وكان بيبصلها بهدوء. بصت له بغضب وقالت له: عملت ايه في ابن عمي يا قيصر؟ رد عليها بكل برود: عملت اللي كان لازم نعمله من زمان يا بنت الأنصاري. ردت عليه بغضب: أنا دلوقتي اتأكدت إنك لا يمكن تكون بني آدم، أنت واحد قذر وقاتل. كلهم اتسمروا في مكانهم من اللي سمعوه منها، وردت عليها واحدة بخبث: ما يصحش تغلطي كده في راجلك، أما جليلة رباع يصح. شالها وطلعوا على أوضتهم وسط نظرات الكل. اتكلمت الست حكمة والدة ظافر بغضب وقالت: ايه اللي قلتيه ده يا جنة؟ راجل ومرته بتتدخلي بيناتهم ليه عاد؟ انتي ما شايفاش يا خالة بتقوله ايه؟ يجي قيصر الصعيد على اخر الظهر تيجي مرته تغلط فيه كده وقدام الكل؟ ما يصحش كده. مالكيش صالح واصل يا بنت خيتي، هو حر في مرته، ما تتدخليش انتي. بصت لها جنة بغضب وسابتها ومشيت، وهي في قرارة نفسها بتتوعد انها هترجع للي خطفت حبيبها منها. بصت الست حكمة لاختها والد الجنة وقالت لها: حصلي بنتك يا كوثر وعجليها، علشان اللي بتفكر فيه ده مش هيحصل، ولو أصرت هيبقى فيها قطع رجاب ودم. ردت عليها كوثر بضيق وقالت لها: يا خيتي ما انتي عارفة جنة بتحب ظافر كيف، دي بتعشقه وفي الآخر يروح يتجوز بنت الأنصاري، كان لازم. خبطت حكمة بالعصاية الخاصة بيها على الأرض وقالت بغضب: لازم إيه يا خيتي؟ من ميتة واني بجبر ولادي على حاجة، وبالأخص ظافر. انتي عارفة زين إن قيصر الصعيد محدش يقدر يجبره على حاجة واصل. بصت كوثر لاختها حكمة بضيق وسابتها ومشيت ورا بنتها. قعدت حكمة هي وبنتها حور. تفتكر اخوي هيعمل وياها ايه يما؟ ردت الست حكمة بضيق:
هي زودت العيار حبتين، ربنا يسترها وما يطلعش شيطانه عليها يا بنتي. في أوضة ظافر بعد ما دخل وألقى قمر بإهمال على السرير، صرخت بألم وهي بتمسك ظهرها وبتقوله: انت غبي، ما بتعرفش تتعامل غير بالهمجية دي. قرب منها وقال لها: شكلي اتسهلت معاكي جوي، وشكلك لسه ما تعرفيش مين هو القيصر. ردت عليه بصوت عالي: واحد قتال قتلة همجي وبيعوض إحساسه بالنقص في قتل الناس. انت واحد قذر، ولو ما أخدتش اللي عاوزه بتعمل أكتر من حاجة لحد ما توصل، سواء بالتهديد أو بالخطف أو بالقهر أو بالقتل. بصلها ظافر وقال لها بنبرة مخيفة: لما تجي تتحدتي مع القيصر تتحدتي باحترام. بصلها وضربها بالقلم وقال لها: أما بقى لما تتحدتي مع جوزك وراجلك صوتك ما يعلاش وما تغلطيش فيه قدام حد حتى لو قريبين منه. بصت له هي عينيها كلها دموع وقالت له: حاضر، مش هكررها، بس ما تمدش ايدك عليا تاني. ما هكررش حديثي واصل يا بنت الانصاري، اعجلي عشان ما تأذيش حياة اللي حواليك يا جتة. بصلها ظافر ببرود وكمل كلامه وقال لها: ما تخافيش كده، اني مش واعر جوي، بس اياكي تخرج الشيطان اللي جوايا، عشان وقتها انتي اللي هتندمي وهتتحملي نتيجة غلطك. خلص كلامه وسابها وخرج. اما هي ففضلت قاعدة بتفكر في تصرفاته الغريبة. اما في منزل الانصاري عم قمر كان قاعد جنب ابنه وهو بيبصله بغضب. قالت له امه: قوم يا ولدي، قوم ارتاح وريح جدتك، الله يسامحه اللي كان السبب في اللي انت فيه. رد عليها بغضب وقال لها: لا، ما هرتاحش غير لما اخد قمر حجي، اني اللي بحبها مش هو، هاخدها مني حتى لو هقتله، وهفضل احاول لحد. قطع كلامه الألم اللي نزل على وشه من والده وهو بيقوله بغضب: علي الطلاق بالتلاتة، إن ما هملت بنت عمك وجوزها في حالهم لهكون دفنك ومطلق أمك. أنا استحملتك كتير قوي، بكفاياك عاد. ردت أمه وقالت: ما تضربهوش كده، هو ما عملش حاجة غلط، قمر كانت لوليد والكل كان عارف كده، ولدي مغلطش في حاجة واصل يا صفوت. رد عليها صفوت بغضب وقال لها: ولدك ده قليل الرباية، راح عامل راسه براس القيصر، ده عايز يموتنا كلنا بسبب دلالك وتربيتك المسخة ليه. غير بقى كمان قمر عمرها ما كانت ليه ولا هتبقى ليه، وقسما بالله لو ما شلتوا الموضوع ده من دماغكم لاقتلكم وارتاح. وقف وليد بيبصله بغضب وقال له: لا، ما هسيبهاش، قمر ليا وحجي، ولو كنت هتقتل ولدك علشان خاطر القيصر اللي خايف مني، فانت من النهارده وطالع عدوي كيف ما هو عدوي، واي حد هيحاول يبعدني عن قمر هقتله مهما كان مين. بص صفوت لابنه بصدمة وما كانش يتخيل انه وليد يوصل للمرحلة دي وانه يعرف انه بيحب قمر بالطريقة ديت. قمر كانت قاعدة على السرير وكانت بتبصله وهو بيظبط هدومه قدام المراية. فضلت تراقب تفاصيل وشه المنعكسة في المراية. هي ما بتنكرش انه جذاب بملامحه الرجولية، عنده عينين حدتان ولونهم بني وحواجبه كثيفة، أما فمه فغليظ وعنده أنف حاد وبشرته قمحية ولحيته وشربه بيزيدوه وقار. عنده جاذبية وطوله فارع وجسده رياضي ومتناسق. قطع تفكيرها وتأملها فيه صوت خبط على الباب. رد ظافر وقال: مين؟ ردت الخادمة وقالت: الست حكمت بتقولك وبتقول للمدام قمر ان خيتها تحت وفي انتظاركم يا بيه. رد ظافر وقال لها: روحي واحنا جايين. مشيت الخادمة وبص ظافر لقمر وقال لها: سمعتي قالت ايه؟ قومي يلا. قامت قمر من مكانها وراحت علشان تقابل اختها. اول ما شافت اختها قالت لها: وحشتيني قوي يا جوجو. جوهرة وانتي كمان وحشتيني قوي يا قمر. ردت قمر وقالت لها: انا مش قادرة بجد اتحمل بعدك عني من يوم واحد، وكنت هموت واشوفك، اقعدي معانا هنا والنبي بالله عليكي. ردت جوهرة بإحراج وقالت لها: ما ينفعش طبعا يا قمر. لا ينفع، اقعدي معايا ملكيش دعوة بحد. قطع كلامها ظافر وهو بيقول: لا يا قمر،
التفتت جوهرة وقمر علشان يبصوله، وجوهرة بصت في الأرض بخجل من الوضع المحرج اللي حطتها فيه أختها. أما عن قمر فلو كانت البصات بتقتل لكان ظافر وقع في الأرض بصرع الموت من بصاتها القوية ليه، وهي متضايقة. ليرد بهدوء هو ويقول لها: جوهرة هتقعد هنيه، وده أمر مش عزومة، ما يصحش أخت مرتي الوحيدة والباقية من العيلة تقعد لحالها في الدار. كانت واقفة قمر بتبصله بنظرات كلها غضب وصدمة، مستغربة من تصرفاته، لكن هو بصلها وابتسم بثقة، وبعد كده اتجه على أوضة السفرة عشان الغدا. فضلت واقفة قمر شاردة في تصرفاته اللي هي مش فاهماها، وقطع شرودها صوت جوهرة وهي بتقول لها: جوزك جدع وشهم قوي يا قمر، ربنا يحفظهولك. قطع كلامهم في الوقت ده الست حكمت وهي بتقول لهم: يلا يلا يا قمر، يلا يا جوهرة، تعالوا عشان الواكل، يلا على أوضة السفرة. دخلوا أوضة السفرة، وكان ظافر قاعد على راس الطاولة. كلمتها والدته والست حكمت وقالت لها: تعالي يا بنتي، تعالي عشان تاكلي، اقعدي جنب جوزك. هزت قمر راسها بتوتر وقربت عشان تقعد جنبه، وجوهرة قعدت جنبها. قعدوا ياكلوا في هدوء، وأول ما خلصوا أكل قالت الست حكمت: الحمد لله يا ولدي، عقبال ما أشوف خلفك وهم بيجروا حواليك وبياكلوا ويانا. فضلت قمر تكح بحدة وهي بتبص لظافر اللي كان هادي وبيصب لها مية واداها لها عشان تشرب منها. فضلت تتنفس وخدت بق مية وقامت تجري على أوضتها. كانت بتبص جوهرة لظافر بخجل وهو بيقول: بقول لك ياما، جوهرة هتقعد ويانا هنيه، ما يصحش يبقى دار خيتها موجود وتقعد لحالها في دارهم. ردت الست حكمت وقالت له: عين العجل يا ولدي، وانا اللي ههتم بأوضتها بنفسي. وقف ظافر وقال لها: ربنا يخليكي ليا ياما، اني همشي دلوقتي اتابع شغلي. ردت حكمت وقالت له: روح يا ولدي، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا حبيبي. اتكلمت حور اخت ظافر بفرح وقالت: واخيرا هيبقى عندي اخوات بدل الباقي الحبسة اللي انا فيها دي. ردت حكمت وقالت لها: حور، اياك تضايقي مرات اخوكي وخيتها، ولا انت عارفة زين هعمل فيكي ايه؟ ردت حور وقالت لها: خلاص بقى ياما، بتديهم فكرة وحشة عني ليه؟ ابتسمت جوهرة وهي بتقول لهم: على قلبي زي العسل والله يا طنط، ما تخافيش. بصت لها الست حكمت بعتاب وقالت لها: طنط ايه ده، انت مش معتبراني كيف امك ولا ايه يا بنتي؟ بصت جوهرة لحكمت بحزن وقالت لها: لا والله مش كده، بس يعني. قالت لها الست حكمت: من غير بس، انت كيف حور، قولي لي يا امي او ياما. في أوضة قمر كانت قاعدة بتفكر، وكانت عايزة تفهم ظافر، هو شوية عصبي وشوية حنون وشوية غامض. اتكلمت بانزعاج مع نفسها وقالت: أف بقى، وأنا مالي، ما يعمل اللي يعمله ولا يتعصب ولا يولع حتى، ما أنا كل اللي فيه ده علشان بعدت عن الشغل وحياتي هناك. سكتت شوية وهي بتفكر وقالت: أيوة، كل ده عشان بعدت عن شغلي، لازم أتكلم معاه في الموضوع ده النهاردة. كملت كلامها بخوف وهي بتفتكر اللي حصل لها لما زعلته آخر مرة، وقالت: بس هو ممكن يتعصب عليا. اوف، وانا من امتى بيهمني اصلا؟ هو مش من حقه يحرمني من حياتي الطبيعية. قاطعها في الوقت ده دخول اختها واخت ظافر. قالت لها حور: الجميل سرحان في ايه؟ ردت قمر وقالت لها: مفيش يا حبيبتي، سلامتك. غمزت جوهرة الحور وهي بتقول لها: شكل فيه جو رومانسي بيحصل من ورايا، قلبي الصغير لا يتحمل. ردت قمر وقالت لها: رومانسي ايه وزفت ايه، وهي اللي تتجوز واحد زي ده تعرف معنى الرومانسية او الامان اصلا؟ بصت حور ليها بانزعاج وقالت لها: انت اللي غلطتي النهارده جوي، ما كانش يصح تعملي كده. ردت قمر عليها بسخرية: استناه لما يموت ابن عمي واروح ابوسه يعني؟ ردت عليها جوهرة بغضب وقالت لها: قمر، اعدلي كلامك، ما يصحش اللي انت بتقوليه ده. ردت حور عليها وهي متضايقة وقالت لها: أخوي مش ظالم زي ما انت شايفاه يا مرت أخوي، وبكرة تشوفي بعينك وتندمي، وأتمنى إنك تفوقي قبل ما تضيعي الخير من يدك. قالت لها الكلام ده وهي متضايقة، وسابتهم هما الاتنين وخرجت على بره. أما عند ظافر كان قاعد قدام أراضيه وهو بيتأمل المنظر الطبيعي. لون الزرع كان مديه هدوء وسكينة. في مشكلة جديدة يا بيه؟ رد ظافر بهدوء مخيف وقال له: مين اطرافها وايه السبب عاد؟ رد السائل حارس بخوف من اللي هيحصل له بعد اللي هيقوله وقال له: الست قمر.
وقف ظافر وهو بيبصله بغضب جدا، بصله بنظرات نارية كانت هتحرقه، وكان بيقوله: مالها جمر؟ وايه المشكلة اللي فيها عاد؟ ولهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم. استنوني الحلقة الجاية في أحداث ومفاجآت كتير هتحصل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.